هدايا ولا بلاش هدايا؟ النهارده هكلمكم عن الخناقه الكبيره بين كل الاخصائيين والاهالي مش عارفه تعمل ايه. خناقه اجيب هدايا بس دي تبقى رشوه. خلاص بلاش هدايا بس هيحس اني مش بحبه. خلاص هجيب هدايا بس هيبقى مادي ومش هيعمل حاجه من غير مقابل. خلاص مش هجيب له هدايا بس هيحس بالحرمان. طب نعمل ايه؟ هقول لكم حاجه. انا درست المدرستين، مدرسة الثواب والعقاب، إن لازم يبقى فيه مقابل لأداء الطفل، زي إحنا ما بنشتغل بناخد مرتب آخر الشهر، وأي مجهود بنعمله في الدنيا بناخد عليه ثواب، حتى عند ربنا، ولما بنعمل الخير بناخد ثواب وبناخد حسنات، ولما بنعمل حاجة غلط بناخد سيئات. نفس الفكرة. ودرست مدرسة لا ثواب ولا عقاب، اللي فيها ما ينفعش يبقى فيه مقابل لأداء الطفل سواء بتشجيع أو حتى بعقاب. أنا في الآخر طلعت بوجهة نظري خاصة، ما اقدرش انكر اثر الهدايا الايجابي على اولادنا، ومرجعي مش بس المدرسه اللي بتدعم دوت، لا كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لنا تهادوا وتحابوا. ولكن برضو ما ينفعش اعتبر ان المكافاه الماديه هي الاساس ولا الدافع لابني دايما عشان ينفذ طلباتي، عشان ما يكونش السبب الوحيد لتنفيذ ابني المهام المسؤول عنها سببه دافع خارجي خارج نفسيته ومش نابع من جواه. فانا مع انها تكون موجوده بس اخر القايمه، مع ان انا بجيب له هدايا بس بدون سبب عشان اعزز وابني الود والمحبه ما بيننا، ولكن مش عشان نفذ حاجه او نجح فيها. وده ليه؟ عشان احسس ابني انه مسؤول عن تنفيذ الطلبات المسؤول عنها بدون مقابل. فلما يجي ينفذ اي طلب يكون عنده دافع داخلي نابع من جواه، نابع من احساسه بالمسؤوليه تجاه دوره في تلبيه الطلبات المختلفه. وتوصلت برضو انه ممكن استخدم الهدايا بشكل مؤقت في تعديل السلوكيات الغير مرغوب فيها، فهنا هستخدمها كدافع خارجي، لان ابني اللي بيعمل سلوكيات خاطئه ما بيكونش عنده دافع داخلي بيحسه على ان هو ينفذ الطلبات ويحس بالمسؤوليه تجاه دوره في الاسره والمجتمع. فهنا هخليه يلتزم بدوره وينفذه مقابل الدافع الخارجي اللي انا هدخله اللي هو الهدايا، ولكني هدخله بشكل عشوائي ومؤقت، اثناء ما انا ببني في نفس الوقت الدافع الداخلي انه يقوم بالسلوكيات الايجابيه، مع حرصي في نفس الوقت على زياده مساحه الوعي عنده وزياده احساسه بالمسؤوليه. وبمجرد ما زودت وعيه وخلقت الدافع الداخلي من جواه، هنا هقدر اسحب المعززات او الهدايا وهو مش هيكون متاثر، لانه خلاص هيكون مدرك كويس ادواره بشكل صحيح. طب ازاي اقدم له المكافاه بشكل تدريجي او بشكل عشوائي لتعديل السلوكيات الغير مرغوب بيها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقه الجايه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.